الأطفال تحديدا ما ينفعش إن هم يتفرجوا على الفيديو ده. يلا النسكافيه بتاعكم وكمان قراقيش عشان حكاية النهاردة طويلة شويتين. هحكي لكم حكاية سفاح سمى نفسه الخناق BTK. الشرطة فضلت تدور عليه لمدة أكتر من 30 سنة، مش عارفين يمسكوا دليل واحد ضده. لا والأنيل من كده إنه بقى يدخل معاهم تحديات، هتمسكوني ولا لأ. أحيانا في الفالنتين يبعت لهم بوكس فيه شوية متعلقات من الضحايا، يبعت لهم رسائل، يتصل بالقنوات الفضائية، ها هتعرفوا تمسكوني ولا لأ. لدرجة إنه القادر في مرة من المرات بعد ما خلص الجريمة اتصل بالشرطة قال لهم أنا خلصت تعالوا. BTK يمكن ما كانش ضحاياه هم أكبر عدد ضحايا بالمقارنة بباقي السفاحين، لكن جرايمه كانت من أكترهم بشاعة، وكمان كان خبيث جدا وراسي ومخطط لكل حاجة. بجد كان فخور بنفسه إنه أذكى من الشرطة، إن هم مش عارفوا يمسكوه. ظهر BTK في مدينة اسمها ويتشتا في ولاية كانساس في أمريكا. سمى نفسه BTK اختصارا لثلاث كلمات: bind اربط، T torture عذب، K kill اقتل. وده بالظبط اللي كان بيعمله: اربط عذب اقتل. أول جريمة ليه هي عيلة أوتيريو. الجريمة نفذها يوم 15 يناير 1974. كان قبلها بكام يوم وهو ماشي عادي كده في الشارع، شاف الأسرة دي معدية، أب وأم، وكان عندهم 5 أطفال. الأم اسمها جولي، والأب جوزيف، والولد كان جوي، والبنت جوزيفين. هما دول الأربع ضحايا اللي قتلهم في أول جريمة. هي الأم تقريبا لفتت نظره وهي في الشارع. مش عارفة بصراحة ايه اللي يلفت نظره، منظر أم بعيالها بجوزها لفتت نظره وقرر ان هو ينفذ الجريمة. وبالفعل يوم 15 يناير الصبح دخل عليهم. كان في 3 ولاد منهم في المدرسة، والاتنين الموجودين كان جوي وجوزيفين. دخل أول حاجة عليهم إن هو هربان من الشرطة، وإن هو بسلاح، إن هو هربان من الشرطة، وإن هو مش هيعمل لهم أي حاجة ولا هيأذيهم، هو بس عايز ياخد أكل وفلوس ومفتاح العربية بتاعتهم عشان يعرف يهرب من الشرطة. في الأول الأب ما خدش الموضوع بخوف قوي وبحذر، لأن هما كانوا في مدينة هادية ما فيهاش النوعية دي من الجرائم. متوقعش أكتر، يا إما هو حد بيهزر، يا إما حد شارب، يا إما حد هيعرف يسيطر عليه. قال لهم اربطوا نفسكم، ربطهم وخلاهم في الصالة نايمين على بطنهم. الأب قال له طب اهدى، طب احنا هنعمل لك اللي انت عايزه، طب اهم حاجة ما تجيش جنب ولادي ومراتي، طب انا. وهو بيتكلم معاه قال له طب بالراحة عشان انا عامل حادثة وعندي ضلع مكسور. تمام. قعدوا بقى شوية كده، بعد ما ربطهم فضل باصص عليهم ويبص كده يدور في المطبخ. بدأوا ان هما يتعبوا ويزعقوا ويبتدوا صوتهم يعلى. فقام اخدهم وطلعهم الدور اللي فوق. بدأ اول حاجة بالاب. هو كان معاه شنطة عدة بقى فيها اكياس وفيها الحاجات اللي ممكن يستخدمها ويحتاج ليها. طلع كيس وقام خنق بيه الاب جامد. في اول مرة الاب عرف يفلفص منه، تاني مرة قام خد باله كويس لحد اما خنقه. بيقول ان انا راعيت جدا ان هو كان عنده ضلع مكسور ومرضتش ان انا اقلمه، وانا بخنقه كنت حاطط له مخدة تحت راسه عشان ما يتألمش. والأب فعلا مات. دخل بعد كده على الأم، أخدها وخنقها. بعد ما خنقها وفقدت الوعي قام مفوقها، خلاها تفوق كده وتشم نفسها وطمنها. وبعدين مسك تاني الكيس وقام خانقها لتاني مرة. طب انت بتفوقها ليه؟ هنعرف بعد كده. يا عيني دخل على الولد اللي اسمه جوي، هو عمره 9 سنين. اخده برضو خنقه، وبقى قاعد قدامه بيتفرج عليه وهو بيموت. كل لما يجي يفقد الوعي وهيبتدي يموت يفوقه تاني ويخنقه تاني، يفوقه تاني ويخنقه تاني لحد ما مات. هو كل ده قاعد بيتفرج عليه. اخر واحده البنوته اللي هي اكتر حد اتعذب فيهم كانت البنت اسمها جوزيفين، عندها 11 سنه. اخدها بس المره دي بقى ما قتلهاش في البيت، نزل بيها تحت في البدروم في مكان كده في ماسورة صرف نازلة. قام معلقها عليها وجردها من ملابسها، الجزء السفلي من ملابسها، قلعها البنطلون والجزء السفلي ده، خلاها لابسه بس من فوق، وشربتها سابها بالشرابات. وقال لها اهدي خالص ما تخافيش، مش انتي عايزه مامتك وباباكي واخوكي؟ انتي دلوقتي هتروحي لهم وهتروحي معاهم الجنه. طبعا انا مش قادره اتخيل احساس البنت وقتها، الخوف والرعب اللي هي حست بيه. بدأ ان هو يخنقها وهي بتطلع في الروح
هو ما كانش بيغتصب الضحايا، هو كان منظرهم وهم بيطلعوا في الروح بيثيروا جنسيا، وكان بيمارس العادة السرية وهم بيطلعوا في الروح. بالفعل بعد ما هو كان خلص والبنت ماتت، مسح كل البصمات بتاعته وكل حاجة تكون دليل ضده. كان بس السائل المنوي كان متساب وقتها، مش غباء منه، هو وقتها اصلا ما كانش في حاجة اسمها دي ان ايه. بعد ما مسح كل آثار الجريمة بتاعته افتكر انه نسي السكينة، دخل بكل هدوء وكل رثيان، جاب سكينته وقام مشي. دي كانت أول جريمة. طبعا بعد الحادثة دي انتشر الذعر في المدينة، كل الناس بقت خايفة، لدرجة ان الأقفال اللي بتتباع في السوبر ماركتات والمحلات كلها خلصت، كل الناس بقت تشتري الأقفال عشان تقفل بيها بيوتها كويس جدا. بعدها ب3 شهور بس ارتكب جريمته التانية يوم 14 إبريل 1974. الضحية كانت بنت اسمها كاترين برايت، هي كان عندها 21 سنة. شافها برضو في الشارع، لفتت نظره وابتدى يخطط للجريمة، بدأ يراقبها وعرف بيتها. وفي يوم ارتكاب الجريمة قرر يدخل، لكنه اتفاجئ ان هي اليوم ده مش لوحدها، كان معاها اخوها كيفن عنده 19 سنة. بس هل هيقف؟ لا، موقفش، دخل عليهم بنفس القصة ونفس السيناريو، ان هو هربان من الشرطة ومش هيعمل لهم اي حاجة غير ان هو هياخد اكل وفلوس ومفتاح عربيتهم عشان يعرف يهرب. قال لاخوها اربط ايد اختك، سمع كلامه وربط اخته. وبعد كده قام اخده هو على اوضه تانية، وبدا ان هو يحاول يخنق فيه، لكنه معرفش خالص يقدر عليه. الولد فضل يقاوم يقاوم لحد ما لقاش قدامه غير ان هو يطلع مسدسه وضربه طلقتين في دماغه، وقام داخل على البنت. طبعا البنت كانت خايفه ومذعوره، قال لها اهدي خالص، انا مش هعمل لك اي حاجه، انا بس هغتصبك وهمشي. وافقت لانها وافقت، حاسه ان ما قدامهاش غير كده، يا اما هتموت زي اخوها ما سمعته بيتضرب بالنار. لكن هو ما عملش كده خالص، هو ما كانش بيغتصب ضحاياه، هو برضه جه يخنقها، حاول يخنقها، حاول يسيطر عليها ويخنقها، لكنها فضلت تقاوم فضلت تقاوم فضلت تقاوم. هو اثناء ما بيقتلها سمع صوت الباب بيتفتح، افتكر ان الشرطه دخلت، بيبص لقى اخوها طالع اللي اتضرب رصاصتين طالع بيجري على الشارع، فبسرعه قام مطلع سكينته وضربها عده طعنات وقام ماشي. من حسن حظ بي تي كي ان الشرطه لما جت تاخد اقوال كيفن اخو كاترين برايت، عايزين يعرفوا اي معلومه عن القاتل، معرفش يفيدهم باي حاجه. هو تقريبا الرصاصتين اللي هو خدهم عملوا له تشوش في مخه، مش فاكر اي حاجه غير ان هو شخص اربعيني قمحاوي مش طويل قوي، معرفوش ياخدوا منه حاجه مفيده. وده طبعا من حسن حظ بي تي كي. بعد الجريمتين دول حصلت حاجه غريبه قوي. 3 شباب مختلين بالشهرة، يمكن بالشو، أعلنوا مسؤوليتهم عن الجريمتين دول، جريمة أوتيريو والبنت كاترين برايت، وقالوا إن هما اللي عملوا كده. طبعا أي حد يتوقع إن السفاح كده في أمان، أي حد مكانه يفرح ده في حد لبسها، أما أكمل ولا أشوف أنا هعمل إيه في حياتي عادي جدا. لكنه لأ، بالعكس، هو اتضايق جدا واتغاظ وحس إن في حد سرق مجهوده. عمل ايه بقى؟ راح مكتبة عامة وفي كتاب هندسة، ساب رسالة عشان توصل للشرطة، كتب فيها أنا بنصحكم بإطلاق سراح الشباب دي لأن مش هم اللي عملوا كده. وبدأ يكتب تفاصيل فعلا محدش يعرفها غير اللي ارتكب الجريمة، تفاصيل أثناء الحادثة محدش يقدر يعرفها غير فعلا هو مرتكب الجريمة. وفي آخر الرسالة قال لهم إن هو مش هيبطل وهيستمر، وقال لهم بقى أنا ممكن تدلعوني تقولوا لي بي تي كي، اختصارا للكلمات اللي احنا قلنا عليها، اربط عذب اقتل، او خناق ويتشتا، او يعني قال كده كام اسم اللي هم بالفعل بعد كده فعلا في ناس اطلقتهم عليه. الجريمة الثالثة شيرلي فين، في 3 مارس 1977 خبط على باب بيتها، فتح ابنها الصغير عنده 5 سنين، وكان اخواته قاعدين جوه في الاوضه وهي كانت بتستحمى، فطالعه بالروب بتاع الحموم ده لقيته في وشها. طبعا اتخضت، قالت له ايه ده، انت مين، انت ايه اللي جايبك هنا ومين اللي فتح لك؟ قال لها انا واحد من الشرطه وجايه اسالك كام سؤال. قالت له طب طلع لي فين البطاقه بتاعتك، طلع لي. هنا بقى لما لقاها بتسال قام مطلع بسرعه السلاح وقال لها هقتلك عيالك لو ما سكتيش. قامت قالت له خلاص خلاص هسمع كلامك. اخد العيال وحبسهم في الحمام ورجع لها وقال لها انا مش هعمل لك حاجه، انا هغتصبك وهمشي. فوافقت عشان خايفه على العيال، هي خايفه يعمل لهم اي حاجه. اخدها على الحمام وهي طبعا من الخوف بتاعها قامت رجعت
فلما رجعت هداها وجاب لها ميه وطلع لها سيجاره وقال لها اشربي واهدي خالص ومفيش حاجه. شربت السيجاره وبتاع، واول ما اطمنت وهديت قام قايم عليها مره واحده وقام يخنقها. يعني طب انت كنت بتهديها ليه لما انت هتخنقها كده كده وهتموتها؟ هقول لكم. ونفس السيناريو بقى، وهي بتطلع في الروح كان بيثار جنسيا وكان يمارس العادة السرية ويسيبها ويمشي. التقط لها بعض الصور واخد شوية تذكارات ملابسها الداخلية وقام ماشي. بس المرة دي ما ارتكبش بقى غلطات المرة اللي فاتت، حد يسرق مجهوده ولا حاجة، بعت رسالة للشرطة وأعلن مسؤوليته عن الحادثة. وفي الفالنتاين سنة 1978، يعني بعد الجرائم دي ب4 سنين، بعت صندوق للشرطة فيها شوية متعلقات بتاعت الضحايا وفيها قصيدة. القصيدة بالعامية كده يعني هفهمها لكم هو بيقول بيها ايه، طبعا هي بالانجلش وزن وقافية ولايقة على بعضها، شعر شعر يعني، هو كان شاعر ما شاء الله. قال في القصيدة: الأقفال بتاعت بيوتكم هل هتكون ليا؟ أهم حاجة ما تصرخش، انت بس استريح على مخدتك وفكر فيا وموت، وتخيل الموضوع هيكون حلو ازاي. بعد الرسالة والقصيدة والحاجات الحلوة دي، الشرطة ما اهتمتش، ما ردتش عليه ولا كأنه بعت أي حاجة ولا هن عليهم حتى يطلعوا تصريح. طبعا الموضوع ده جنن BTK، هو ما بيحبش التجاهل، لدرجة خلاه إن هو يبعت بقى للتلفزيون بقى المرة دي. كان في قناة تلفزيونية خاصة بمدينة ويتشتا، بعت لهم رسالة قال لهم المفروض يعني إن أنا أقتل لكم كام واحد عشان تبدأوا تقولوا اسمي وتتكلموا عني. أنا أنصحكم إن انتوا تطلقوا عليا اسم BTK سترينجر أو خناق ويتشتا. وهنا الشرطة، رئيس الشرطة قرر ان هو يعمل بيان يقول فيه ان بالفعل في سفاح موجود في ويتشتا واحنا لسه مش عارفين نوصله، وما عليكم الا ان انتوا تاخدوا حذركم لان هو من المتوقع ان هو يرتكب جرائم تاني. وفي ديسمبر 1978 بعد الفالنتاين، بعد الهدية، راح ارتكب الجريمة الرابعة. بنت اسمها نانسي فوكس عندها 25 سنة ارتكبت جريمة بنفس التفاصيل، لكن بعد ما خلص الجريمة اتصل بنفسه بالشرطة وقال لهم على مكان الجريمة، أنا خلصت روحوا شيلوا. الشرطة ذاعت المكالمة ونشرتها في كل حتة. وفي إبريل سنة 1979، يعني بعد نانسي فوكس ب4 شهور، كان عايز يرتكب الجريمة الخامسة. دخل بيت واحدة اسمها آنا ويليامز، لكنها اليوم ده ما كانتش موجودة، يعني هو فضل يراقبها وفضل يخطط، ويوم لما دخل ما كانتش موجودة. طبعا اتعصب جدا، ويعني كان هيتجنن، وزي ما يكون يعني اتغاظ منها، انت ازاي يعني ما تبقيش موجودة في اليوم اللي انا جاي اقتلك فيه. سرق حاجات من بيتها وبقى يبعت لها رسائل تهديد بالحاجات، يبعت لها حاجة من الحاجات ويبعت لها معاها رسالة تهديد، حاجة من الحاجات ويبعت لها معاها رسالة تهديد. طبعا الست خافت جدا وسابت المدينة كلها وهجت. الجريمة الخامسة كانت يوم 24 إبريل 1985، يعني بعد 6 سنين من آخر جريمة. كانت واحدة اسمها مارين هيدج، كانت كبيرة في السن ما كانتش صغيرة، كانت رفيعة جدا ووزنها 40 كيلو كلها على بعضها. هو كان وقتها BTK كان فرقة كشافة وقال لهم أنا عندي صداع رايح أعمل جريمة وارجع، لا يعني قال لهم عندي صداع هروح أجيب دواء وارجع. ركب تاكسي وعمل نفسه ان هو سكران يعني وان هو بيتطوح، وجه يدخل البيت عندها بس لقاها مع واحد صاحبها ده مش من عندها على الساعة 1 بالليل. هل يسكت؟ لا، هو فضل مستخبي في الأوضة فوق لحد اما الراجل اللي معاها مشي وقام طالع لها برضو بيتطوح وبيتعمل ونفس الفيلم وانا عامل، المهم ايه نفس التفاصيل برضو ان انا هربان وبتاع، وخنقها بنفس الطريقة وكل حاجة. بس المرة دي بقى هو بقى محترف، هو بقى متمكن جدا من اللي بيعمله. اخد الجثه بتاعتها بعد ما اتخنقت وحطها في شنطه العربيه بتاعتها، طبعا هو كان بيحب برضه ياخد العربيات، وحط الجثه في شنطه العربيه وقام راح على كنيسه معينه برضه اكيد هو عارفها، قفل كل الستاير بتاعت الكنيسه وبدا يصور في الضحيه بتاعته وهي في وضع انها بتتعبد له وانها تحت طوعه وانها مستسلمه ليه، صور 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 صور. وقام اخدها بعد ما تصور كل الصور دي، حطها في شنطة العربية تاني وتخلص من الجثة في الشارع وروح البيت عندها، مسح كل آثار ليه ومشي راسي جدا راسي جدا، ويدخل بهدوء ويطلع بهدوء
الشرطة لقت جثتها بعد 8 أيام من اختفائها. الجريمة السادسة كانت يوم 16 سبتمبر 1986 لواحدة اسمها فيكي ويجرر، عندها 28 سنة، أم الطفلين. هو كان مسميها بي جي، بيانو بروجكت. ليه بيانو بروجكت؟ لأن هو كان معدي سمع صوت عزف حلو، بدأ إن هو يحطها في دماغه ويخليها من ضمن الضحايا بتوعه. عمل الخطة، وبالفعل يوم 16 سبتمبر الصبح خبط الباب عليها. كان هي ابنها اللي عنده سنتين هو اللي قاعد معاها، والتاني تقريبا كان في المدرسة أو ما كانش متواجد. خبط لابس لبس عامل تليفونات، وقال لها ان هو جاي يصلح التليفون، فدخلته عشان يصلح العطل اللي هو جاي يصلحه. وطبعا زي ما انتوا عارفين عمل نفس الموال، خدها وخنقها، وبعد كده اخد عربيتها برضو وقام جري من البيت. جوزها كان مروح البيت، شاف عربية مراته ماشية باتجاه عكسي، بس ما فهمش، قرر انه يدخل البيت، لقى ابنه اللي عنده سنتين قاعد لوحده في الصالة. دخل يدور على مراته ولقاها مرمية على الأرض، خدها شالها وداها المستشفى، وهناك أعلنوا وفاتها. فضلت الشرطة متهمة جوزها إن هو اللي قتلها لمدة 18 سنة. هو ما كانش مسجون، لكنه كان يعني كان عليه شبهات كتير، خصوصا إن هو فشل في اختبار كشف الكذب مرتين. فطبعا لكم أن تتخيلوا 18 سنة عايش، الشرطة شاكة فيه، حطاه تحت عينيها، وكل الناس اللي حواليه شاكة فيه، ده اللي قتل مراته، ده اللي قتل مراته. لحد ما بيتيكي في 2004 قرر ان هو يعترف ان هو من ضمن الحاجات اللي كان بيبعتها بعت متعلقات تخص فيكي ويجرل. الجريمة السابعة يوم 19 يناير 1991 دولوريس ديفيس. كانت دولوريس دي كانت محصنة بقى نفسها جدا. هو طبعا الجريمة دي بعد 4 سنين من آخر جريمة. هو راسي، هو ممكن كل كام شهر كل كام سنة حسب مزاجه وحسب ما يلاقي الدنيا هادية. بس كانت دولوريس دي كانت محصنة نفسها كويس جدا وقافلة بيتها كويس جدا، وما كانش البيت ليه أي دخل خالص. فعمل خطة كده إن هو جاب طوب كبير وحدفه على على باب البيت جامد. طلعت هي فتحت جري، افتكرت ان في عربيه دخلت في البيت عندها يعني، او حاجه جامده خبطت في البيت. طلعت تشوف في ايه، هو طالع عليها بالسلاح وبنفس القصه: انا هربان من الشرطه، انا مش هعمل لك حاجه، اسمعي الكلام. ودخل وعمل نفس السيناريو. المره دي بقى خد جثتها ورماها تحت جسر. تاني يوم راح مكان الجسر ده، مكان ما الجثه موجوده، وطلع الجثة وبدأ إن هو يلعب بيها. كان معاه ماسك كده، يلبس الجثة الماسك ويصورها ويلعب بيها شوية. وهو في الحتة دي، هو جسر في مكان يعتبر مش مكان خروج، يعني مكان هادي جدا. شافه شرطي، فقال له: انت بتعمل ايه هنا؟ مهم هو عشان هو مقنع جدا، واضح ان هو كان شخصية مطمئنة جدا، يعني تشوفه عمرك ما تشك فيه ولا تتوقع منه حاجة غريبة يعني. قال لهم حكاية كده، مهم الشرطي صدقوا والشرطي اتحرك، يخاف ويمشي لا، قام رجع مطلع الجثة تاني وبدأ يلعب بيها تاني وقام ماشي. في التسعينات بدأوا يستخدموا الدي ان ايه للكشف عن المجرمين. قبل كده ما كانوش لسه اكتشفوه، فما كانوش بيستخدموه. طبعا هم كان عندهم خريطة جينية للمجرم ده، السائل المنوي اللي على شرابات جوزيفين، البنت اللي عندها 11 سنة اللي قتلها في أول جريمة خالص. وفي فيكي اللي قعدت تقاوم فيه وتحاول ان وهو بيخنقها تحاول تقاوم فيه، فكان فيه تحت ضوافرها آثار من الجلد بتاعه. فبقى عندهم خريطة جينية ليه، ناقص بس يشوفوا الخريطة الجينية دي بتاعت مين، يعني ناقص بقى يعرفوا الشخص ده مين. فبدأوا ان هم يعملوا اختبارات عشوائية. 1623 عينة عشوائية لمواطنين في ويتشتا، لكنها لم تتطابق مع اي حد فيهم. طيب يجربوا الاف بي اي كودز. ايه هي الاف بي اي كودز دي؟ الدي ان ايه بتاع الناس المسجلين. يعني اكيد واحد بالاجرام ده اكيد ليه سوابق، ان شاء الله خناقه، ان شاء الله كان سكران في حته، اي حاجه اكيد ليه سابقه. لكن لما بصوا وحاولوا يطبقوا الدي ان ايه ده مع اي حد من المجرمين المسجلين، لقوها لم تتوافق مع اي حد منهم. يعني معنى كده ان الشخص ده ملوش اي سجل اجرامي. في سنة 2000 ظهر ضابط اسمه كين لاندوير. الضابط ده كان معروف ان هو مدقدق كده، واي قضايا نايمة مقفولة محدش لقالها حل هو بيعرف يحلها. فالضابط ده
زي ما يكون ابتدى يفهم ان الراجل ده بيحب الشهرة، بيحب الشو، فقال له تعالى اديك اللي انت عايزه. اتفق مع جريدة اسمها ويتشتا ايجل ان هما يستعيدوا ذكرى مرور 30 سنة على اول جريمة ارتكبها بي تي كي، وازاي الشرطة عدى اكتر من 30 سنة وما قدروش ان هما يقبضوا عليه. وطلع 22 بيان موجهين لبي تي كي، بيتكلم عن الحوادث اللي ارتكبها، عن المجرم، عن كل حاجة متعلقة بيه. وفي مارس 2004 قرر بي تي كي ان هو يفكرهم بنفسه، بعت للجريدة طرد فيه رخصة سواقة فيكي ويجرل وصور جثتها بتوقيعه. فيكي دي اللي انا فكرتكم اللي هو جوزها فضل 18 سنة متهم لحد 2004 لما هو بعت لهم الطرد ده بصور الجثث بتوقيعه، اللي هي كده بان بيها ان هو اللي قتلها مش جوزها. وفي شهر ديسمبر 2004 واحد من الناس في حديقة عامة لقى صندوق. الصندوق ده جه يفتحه لقى عروسة باربي مربوطة من رقبتها، متعلقة في زي حاجة كده شبه الماسورة الصرف الصحي، نفس طريقة موت البنت اللي اسمها جوزيفين اللي عندها 11 سنة، ومعاها رخصة سواقة نانسي فوكس. وفي يناير 2005 بعت خريطة لقناة تلفزيونية، فضلوا ماشيين ورا الخريطة لحد ما مكان الخريطة وصلهم لمحل بقالة في شارع صغير كده. دخلوا المحل، قعدوا محل ما فيهوش اي حاجه مميزه، قعدوا يسالوا الناس اللي شغاله هناك في حاجه غريبه حصلت، شفتوا حاجه، حد دخل، اي حاجه. ما كانش حد يعني ملاحظ ان في حاجه غريبه، هو بس واحد من العمال قال لهم انا لقيت في بوكس كده بتاع، عارفين الكورن فليكس كده، لقيت البوكس ده مرمي تحت باب المحل. طبعا مش محتاجين ان انا اقول لكم يعني، هو البوكس ده هو بتاع كورن فليكس مكتوب عليه بريكفاست، فعلم على ايه، على الحروف اللي هي البي تي كي، اللي هو كانها البوكس ده مننا من بي تي كي، دواير كده على الثلاث حروف دول. ولما فتحوها لقوا عروسه باربي يعني زي ما يكون متعذبه كده ومقلعها هدومها، وصور هو راسمها بايده لوضعيات غريبه ومش مفهومه، يعني وضعيات زي جثث وناس نايمه بطرق غريبه. واتساب معاها ورقتين، اول ورقه كاتب فيها الموت لاندوير اللي هو الضابط اللي بدأ ان هو ينكش في الموضوع، والورقه التانية بيسألهم سؤال: هل لو بعتلكوا فلوبي ديسك هتعرفوا تمسكوني من طريقه؟ هنا الشرطة ردت عليه وقالت لا طبعا، احنا خلاص فقدنا الامل ان احنا نمسكك ولا نعرف نلاقيك، انت لو بعت فلوبي ديسك اكيد مش هنعرف برضو نمسكك. وهنا وقع وارتكب الغلطة اللي كانت سبب في ان هم يقبضوا عليه. بعت لهم فلوبي ديسك. ايه الفلوبي ديسك ده بقى للعيال الصغير، الجيل الصغير ده اللي لسه مش عارف، انتوا عارفين الفلاشة، عارفين السي دي، عارفين الحاجات دي. زمان قوي كان في حاجة اسمها فلوبي ديسك، هي اصلا بتبقى ما بتشيلش حاجات مساحتها كبيرة، يعني صور مثلا، ملفات كتابة، الحاجات خفيفة قوي دي، ما تشيلش اكتر من كده. المهم هو بعت لهم الفلوبي ديسك ده عليه صور جثث وعليه رسومات والحاجات دي. فالشرطة حولت الفلوبي ديسك ده للمتخصصين في التكنولوجيا هناك، وقدروا ان هم يرجعوا الملفات اللي كانت على الفلوبي ديسك دي المحذوفة، يعني حاجات هو كان محطوط عليه واتحذفت، بدأوا ان هم يرجعوها. لما رجعوا الملفات المحذوفة لقوا ان في فايل من ضمنهم باسم دينيس لين ريدر، واسم كنيسة، اللي عرفوا بعد كده ان هو عضو في الكنيسة دي وكمان اصبح رئيسها. 30 سنة بقى تدرج براحته. والأول مرة بعد أكتر من 30 سنة الشرطة يبقى عندها اسم دينيس لين ريدر. بدأوا إن هم يراقبوه، لقوه إن هو رب أسرة، يعني زوج محترم وعنده ولد وبنت، وشغال في وظيفة حكومية، وعضو في الكنيسة، وكان مطارد للكلاب برتبة شرطي وقس. يعني كان يوم الحد بيلقي المواعظ والخطب اللي بتحث على الأخلاق، وكان ممكن قوي في نفس اليوم يروح يرتكب جريمة بشعة من اللي كان بيرتكبها. اتبقى حاجة واحدة بس عشان تبقى الأدلة كلها مكتملة، إن هما يطبقوا الدي ان ايه بيه. طب هما لو اخدوه هو وقالوا احنا هنعمل لك تيست والحاجات دي، هو ممكن يفلت منها، يهرب، ما يعرفوش يقبضوا عليه، هم خلاص بقوا متوقعين منه اي حاجه. فهيجيبوها منين؟ يا اما عن طريق مثلا زوجته في عياده النساء، يا اما عن طريق بنته. هم جابوها عن طريق بنته في المدرسه في العياده، اخدوا منها عينه بشكل ما، ولقوا ان العينه متطابقه 100%.
هو كان في يوم عادي جدا مروح لقى الشرطة مغرقة الدنيا قدام بيته، دخل عليهم بكل رستقة وهدوء، قال لهم خير هو في حاجة؟ هنا قال له لاندوير، قال له خلاص لقد انتهى كل شيء، خلاص بقى اتكشفت. تعالوا احكي لكم شوية عن شخصية دينيس، نشأته وظروف اللي مر بيها. الحقيقة بعكس ما انتم متوقعين، هو ما كانش مثلا ما اتكهربش وهو صغير، محدش اعتدى عليه، يعني ما كانش فيه اي حاجة تربي له عقدة اللي تخليه يطلع بالمنظر اللي انتوا سمعتوه دلوقتي ده. هو اتولد 1945 في أمريكا، في مدينة ويتشتا اللي هي نفذ فيها كل جرايمه. التحق بالقوات الجوية، وبعد ما خلص رجع 1971 اتجوز واشتغل في شركة أمن، وهي دي تقريبا اللي علمته وعرفته التركات بتاعت كل بيت والحاجات الأمنية والحاجات دي. وارتكب أول جريمة ومراته حامل، وبعدين التحق بالوظائف الحكومية وتدرج وعاش حياته عادي جدا، مفيش أي شكوك، أب حنين، زوج محترم، موظف مثالي، مكانش فيه أي شكوك خالص. لكن بقى لما جم يسألوا القريبين منه إذا كان في مثلا أي حاجة غريبة كان بيعملها أو كده، لقوا بس إن يعني مثلا هو كان طفل كان بيميل شوية لتعذيب الحيوانات. هرجع بقى واقول لكم افكركم بمثلث ماكدونالد اللي انا اتكلمت عنه اكتر من مره. ايه هو مثلث ماكدونالد؟ هو 3 صفات لو لقيتهم في ابنك او بنتك لازم تبتدي ان انت تاخد بالك، ويعني اذا كنت لقيت نفسك محتاج ان انت تستشير طبيب اعمل كده. 3 صفات هما: اول حاجه اللي هي تعذيب الحيوانات، تاني حاجه اشعال الحرائق بشكل متكرر، تالت حاجه التبول لا ارادي. لو 2 من ال3 صفات دول موجودين في ابنك او بنتك لازم تبتدي ان انت تراقبه وتاخد بالك كويس جدا. ولو لقيت الموضوع يستدعي ان انت تستشير دكتور، لان في احيانا دكاتره بيضطروا ان هم بيتدخلوا بالادويه، لان بيبقى فيه نسبه عنف شويه في الجينات بتاعه الطفل ده او كده، ممكن لو اتثابت مع عوامل تانية تخليه ممكن في يوم من الايام يبقى قاتل متسلسل. في مرحلة المراهقة مثلا أو لما ابتدى إن هو يبقى شاب كده، لقوا إن هو عنده مانيكان حطه عنده بيلبسه ملابس داخلية. هو كان بياخد الملابس الداخلية بتاعت الستات ويلبسها. طبعا دي كلها أفعال غريبة يعني. بس لكن ما كانش فيه حاجة تقول ان هو هيبقى في يوم من الايام يطلع منه المجرم ده. هرجع تاني اليوم القبض عليه. هو طبعا اول ما اتقبض عليه انكر كل حاجه لحد ما لاندوير قال له بص مفيش فايده من اللي انت بتعمله ده، لان في دي ان ايه متطابق معاك 100% وكل حاجه بتشير ليك، فانسى ان انت موضوع ان انت تنكر ده ان هو حد هيصدقك. بس هنا بقى فتح قعد 30 ساعة بيعترف بكل التفاصيل وبكل فخر، وان هو كان فرحان قوي ان هو كان مغلبهم وكان ملاقي فيها متعة جدا. بس كان متعصب جدا ان الشرطة ضحكت عليه وكذبت عليه وقالت له ان انت لو بعت لنا الفلوبي ديسك ده احنا مش هنعرف نوصل لك ومش هنعرف نقبض عليك، وقبضتوا عليه، يعني انتوا كده ناس كدابة. فاكرين لما قلت لكم ان هو كان بيهدي الضحايا بتوعه؟ يعني مثلا في ضحيه من الضحايا عشان تهدى فوقها وقال لها اهدي، طب خلاص مفيش حاجه مش هعمل لك حاجه، وجاب لها ميه واداها سجاره عشان تهدى، وبعد ما هديت قام خنقها. فاكرين الاب اللي عشان عنده ضلع مكسور حط له مخده تحت دماغه؟ طب فاكرين الام اللي جه بعد ما غابت عن الوعي قام مفوقها وقام خنقها تاني؟ فاكرين لما كان يدخل البيوت وعشان يطمنهم يعمل نفسه في المطبخ ان هو بيدور على حاجة ويعيش في القصة بتاعت ان هو جاي ياخد اكل وفلوس ويمشي؟ ده لان هو كان بيثيره جدا احساس الادرينالين لما بيزيد. هو كان بيهديهم عشان يخضهم تاني مرة واحدة، كان بيفوقهم عشان يخنقهم تاني. احساس الخوف والذعر اللي كان بيحصل للضحايا ده كان من اكتر الحاجات اللي بتثيره. بعد ما اتقبض عليه ابتدوا ان هم يفتشوا بيته، دخلوا مكتبه في الكنيسة لقوا خزنة صغيرة، الخزنة دي فتحوها لقوا فيها حاجات رهيبة. لقوا فيها طبعا بعض متعلقات من الضحايا، لقوا فيها بقى الغريب صور مصور فيها نفسه هو وهو لابس
الملابس الداخلية بتاعة الضحايا ومتصور بيها ومتصور بوضعيات غريبة قوي. هحاول احط لكم صور منها في الشارع مثلا، يقلد وضعية من وضعية الضحايا وهو لابس الملابس الداخلية بتاعتها، صورة وهو متشعلق من رجليه. تخيل انت لو كان حد معدي وشافه وهو بيعمل كده، على الاقل كان هيقول عليه واحد مجنون او هيتصل بالشرطة ان هو مش طبيعي. كان بيعرض نفسه لحاجات غريبة قوي لمجرد ان هو كان بيلاقي فيها متعة. هو أثناء محاكمته وأثناء التحقيقات معاه كان متعاون جدا وكان هادي جدا وكان مؤدب جدا، لدرجة إن بنت فيكي ويجرل ما كانتش مصدقة إنه هو، قالت لا ده لا يمكن يعمل كده، هو أكيد مختل أو في حاجة، لحد ما قال إن هو سمعها وهي بتعزف بيانو. هنا البنت فعلا صدقت إنه هو، لأن مامتها كانت بتعزف على البيانو. شوفوا قد ايه هو كان حد ترتاح له لما تشوفه، وقد ايه كان حد مستبعد عنه تماما ان هو يكون حد وحش. يوم 27 يونيو 2005 أقر بذنبه. يوم 18 أغسطس كان الحكم عليه. الحكم قعد منطوق الحكم بس يقعد يومين كاملين بيقولوا في منطوق الحكم. لما سمعوا بقى شهادة المحققين وكلام أهالي الضحايا واعتذاره اللي قدمه لهم، أخد يومين واتحكم عليه ب175 سنة سجن دون إمكانية إطلاق السراح المشروط. وده طبعا متحكمش عليه إعدام، لأن ولاية كانساس من الولايات اللي لغت حكم الإعدام. بعد الحكم عليه زوجة دينيس طلبت الطلاق منه من المحكمة والمحكمة وافقت. طبعا أنا مش قادرة أتخيل إحساس مراته اللي هي جوزها اللي عايش معاها كل السنين دي، اللي عمرها ما شافت منه غير الاحترام والأدب القسيس المحترم اللي بيوعظ، اللي بيقول خطب، اللي بيتكلم دايما في الأخلاق. ان هو يطلع الشخص ده حد بينام جنبها كل يوم على نفس السرير وهو راجع من جريمة بشعة بالمنظر ده، يقتل أطفال ويقتل أمهات ويقتل ناس ملهاش أي ذنب عشان هو شخصية مريضة. طبعا هو إحساس مرعب. هي كانت بتروح له السجن، كانت تتكلم معاه، تقول له، تطلب منه ان هو يقول لها، يعني شوف برغم ان كل الأدلة قالت ان هو، وهو اعترف، كانت بتقول له قول لي انت عملت كده فعلا ولا لا؟ طب قولي انت عملت كده ليه؟ مش قادره تصدق. في النهايه هي طلبت منه الطلاق في المحكمه والمحكمه وافقت. هو لحد دلوقتي على فكره عايش في سجن الدورادو الاصلاحي. عايش هناك، بس هو محبوس حبس انفرادي. بياكل ويشرب بس تقريبا، ان هما مانعين عنه التلفزيون والراديو واي حاجه، مسموح له بس بساعه واحده رياضه عشان جسمه، ولو انه يستاهل يولع اصلا يعني. في نهايه الحدوته وكل الرغي ده كله، لو عجبتكم بقى قولوا لي كده كلمه حلوه، عشان انا اصلا قمت صورت الفيديو ده تقريبا بعد مسج معينه جاتلي. هي فويس مسج من حد بيتكلم ان هو بيتابعني، وان هو كل فترة لازم يلاقي نفسه بيدخل على البيج ويدور على الفيديوز اللي بنزلها ولو في اي حاجة جديدة. بجد والله بجد الفويس خلاني اقوم انط من مكاني. شكرا جدا 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 على الفويس مسج دي، ادتني طاقة ايجابية.